مشاهدينا الافاضل، طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الارثيه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. الاحتفاء باليوم العالمي للموروثات الافريقيه. الاريتريون في المهجر ينظمون العديد من الانشطه الوطنيه. تنظيم الأسبوع الطلابي للمدارس في غردات. ميركال تبدأ بمحاربة الإرهاب من بوركينا فاسو. استئناف المحادثات بين طالبان ومسؤولين أمريكيين في قطر. إجلاء مئات الآلاف في الهند استعدادا لأسوأ إعصار. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. تم الاحتفاء في 2 مايو باليوم العالمي للموروثات الإفريقية تحت شعار الموروثات والابتكار. وأوضح المدير العام لقسم التنمية المعمارية في الإقليم الأوسط المهندس أسفاء الأول ميكائيل في المناسبة التي شارك فيها المسؤولين في الحكومة وممثلي المنظمات الدولية بأن 5 مايو اليوم العالمي للموروثات الإفريقية تقرر إحياؤه من قبل المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في شهر نوفمبر من العام 2015. وأوضح بأن إريتريا تمتلك موروثات ثقافية وطبيعية ذات أهمية وطنية وعالمية. وقال أن إريتريا في إطار اهتمامها الكبير للحفاظ بالموروثات وتطويرها وقعت على 3 اتفاقيات دولية، وهي اتفاقية عام 1954 لحماية الإرث الثقافي أثناء الحرب، واتفاقية عام 1972 للموروثات العالمية، واتفاقية عام 2003 لحماية الموروثات غير المادية. وذكرت منسقة مؤسسات الأمم المتحدة في إريتريا الآنسة سوزان نوغونغو أن منظمة التعليم والعلوم والثقافة تعمل للتعريف بالموروثات الإفريقية على المستوى العالمي. وقالت أن تسجيل المعمار الجميل والبنى التحتية لأسمرة في سجل الإرث العالمي في شهر يوليو عام 2017 يعتبر فخرا كبيرا للإريتريين، ويجب العمل بقوة للحفاظ عليه. وأوضح المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريت واللقابر في ختام المناسبة عن وجود الكثير من الموروثات التي يتوجب تسجيلها، ويتطلب العمل لتدعيم الإنجازات التي تحققت، وتشمل الموروثات الإفريقية تراث وحضارات الإنسان والآثار التي تبين الحياة اليومية للمجتمعات الإفريقية والروابط الروحية والثقافية لهذه المجتمعات. نظم الإريتريون المقيمون في بيرز بغرب أستراليا وجمعية الوايتات بالمملكة العربية السعودية العديد من الأنشطة الوطنية. فقد عقد القنصل العام لإريتريا في أستراليا السيد محاري تخستي سيمينارا للإريتريين ببيرز حول الأوضاع الراهنة والتحديات الجديدة. وقال أن التحديات الكبيرة تم تجاوزها بالتصدي القوي للشعب في الداخل والمهجر، وأن المرحلة الحالية تتطلب العمل في التنمية الوطنية باهتمام كامل. وأشار إلى الاهتمام ببناء الهوية الوطنية وتنمية الثقافة والقيم الإريترية خاصة في المهجر. كما عقدت جمعية الوايتات في المملكة العربية السعودية مؤتمرها 17 وانتخبت لجنة دائمة من 13 عضوا. نظم في مديرية غردات الأسبوع الطلابي للمدارس بالمديرية، وجرت خلال الأسبوع منافسات بين مدارس كالو وبركا وإمنة ميسيون والمعهد ومدرستي بركا وغردات المتوسطة ومدرسة غردات المتوسطة والثانوية في الغرة التعليمية ومدارس غردات وإنجرني في الثقافة والموسيقى والرقصات والمسرح. وقال مسؤول مدارس مديرية غردات الأستاذ جبر مريم الأزار في ختام الأسبوع الطلابي أن الأسبوع سيكتشف قدرات الطلاب والمعلمين ويساهم في تبادل التجارب ورفع القدرات، وكذا في تطوير العملية التعليمية. ودعا مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة في مكتب التعليم بالمديرية الأستاذ سلمون محاري المدارس للقيام بالاستعدادات المسبقة للأسبوع الطلابي إدراكا لأهميته. كما قدمت في ختام الأسبوع الجوائز والشهادات للفائزين في الأنشطة الرياضية والثقافية بحضور المعلمين وأولياء الأمور. تقوم عيادة أورفالي بمديرية فرع بدور كبير في التوعية الصحية عامة وصحة الأمومة والطفولة بصفة خاصة. وأوضح السكان ارتفاع وعيهم الصحي بفضل أنشطة التوعية التي تقوم بها العيادة فضلا عن انخفاض الأمراض. وذكر مسؤول العيادة الممرض محمود إبراهيم أن العيادة تقدم خدمات رعاية الأمومة والطفولة وطب الأطفال والتطعيم وغيرها،
مشيرا إلى توفير معدات التحاليل والفحوصات، لكنها لم تقدم الخدمات لعدم وجود الفنيين. وأشار إلى تقديم التوعية بخصوص أهمية الخدمات الصحية وأضرار العادات الضارة وضرورة متابعة الحوامل لأوضاعهن الصحية والولادة في المؤسسات الصحية وتطعيم الأطفال في أوانهم. هذا وشيدت عيادة إيرافيل في عام 1992 بالمواد المحلية، وأعيد بناءها بشكل حديث عام 2016. أشاد مدير مدرسة فنبو الابتدائية بدور واهتمام أولياء أمور الطلاب بزيادة نسبة المشاركة في التعليم. وقال الأستاذ محمود عمر أن بدء التعليم في العمر المناسب أمر مهم، كما أن الاهتمام بالتعليم يبدأ من أولياء الأمور، داعيا لمتابعة الأبناء وتعزيز التنسيق مع المعلمين والجهات الأخرى. وأوضح بأن مشاركة المرأة تحتاج إلى الاهتمام والجهد، داعيا للعمل على إنجاح هذه المهمة بالتعاون مع الإدارات المحلية والشركاء. قام سكان قرية عولي ريم التي تقطنها حوالي 300 أسرة بمديرية أفعبت بإصحاح بيئتها، وأعلنت كمنطقة نموذجية في هذا المجال. فقد قامت الأسر ببناء دورات المياه في شهر أبريل من عام 2019، ونفذت بالكامل برنامج إصحاح البيئة. وأفاد التقرير المقدم في الاجتماع الذي عقد بحضور مدير المديرية والمهنيين الصحيين أن العمل المنفذ هو نتاج المشاركة الشعبية الفاعلة وتنامي الوعي الصحي. وقال المهنيون الصحيون أن إنجاز عول الريم يجعلها نموذجا ليس للمديرية فحسب بل لكامل إقليم شمال البحر الأحمر. وأكد مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب للدفع بهذا العمل الذي حقق نتائج مرضية. هذا وتقع منطقة عولي الريم في ضاحية قلامة، وتبعد عن مديرية أفعبت مسافة 30 كيلومترا إلى القرب. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، وعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي وصلت إلى اوغادوغو المحطة الأولى ضمن جولة سريعة في منطقة الساحل بتقديم مساعدات إلى بوركينا فاسو، البلد الفقير الذي تقوضه الهجمات الإرهابية، من أجل تعزيز قواته الدفاعية. وقالت ميركل أنها تحدثت عن تدهور الوضع الأمني وتريد أن تكون إلى جانب بوركينا فاسو خصوصا في مجال التعاون الأمني، وتابعت بأنها ستقدم مساعدة من 7 إلى 10 ملايين يورو. وتزامن الزيارة مع قمة يعقدها رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس، وحضرتها ميركل إثر لقاء مع رئيس بوركينا فاسو مارك كريستيان كابوريه. وقد تم إنشاء مجموعة دول الساحل التي تضم مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد كرد عسكري مشترك ومنسق للهجمات الإرهابية المتكررة في الساحل. استأنف مسؤولون من الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان محادثات في قطر بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما في أفغانستان، بينما استضافت الحكومة الأفغانية اجتماعا نادرا لمجلس القبائل في كابول لضمان مصالحها في أي اتفاق سلام. وأصدرت طالبان بيانا قالت فيه أن المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد التقى مع الملا عبد الغني برادار المسؤول السياسي بالحركة والذي يرأس وفدها. وهذه المحادثات جزء من جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء أطول حرب تشارك فيها بلاده، والتي بدأتها قوات بقيادة أمريكية للإطاحة بالطالبان بعد أسابيع من هجمات 11 بسبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة. ومنذ أكتوبر عقد مسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان عدة جولات من المحادثات بهدف تأمين انسحاب الولايات المتحدة مقابل تعهد من طالبان بأن لا يستخدم المتشددون الأراضي الأفغانية لتهديد بقية العالم.
بدأت الهند بإجلاء مئات الآلاف من سكان القرى وأوقفت العمليات في 2 من الموانئ الكبرى على ساحلها الشرقي قبل الإعصار المتوقع أن يضرب اليابسة يوم الجمعة. ونشرت ولاية أوديشا أيضا آلافا من العاملين في إدارة الكوارث لمساعدة من يعيشون في منازل مبنية من الطين والقش في مناطق منخفضة على الاحتماء من الإعصار فاني. ونصحت السلطات السياح بمغادرة بلدة بوري الساحلية وهي مزار مقدس للهندوز، وعادة ما يستمر موسم الأعاصير في الهند من أبريل إلى ديسمبر، وتتسبب العواصف العاتية في إجلاء عشرات الآلاف وحدوث الكثير من الوفيات، كما تلحق أضرارا بالمحاصيل والممتلكات في الهند وبنغلاديش. وأمرت السلطات في مينائي براديب وساخا باتنام السفن بمغادرة المينائين لتجنب التعرض لأضرار. مع غروب الشمس على الصحراء المصرية ينطلق الوهج من شاشة عرض سينمائية مؤقتة لتقدم لمحبي السينما وعشاق الأفلام مفهوما جديدا للاستمتاع. مؤسس مسرح العرض السينمائي هاني عمرو قال أن الهدف من تقديم العروض في الهواء الطلق هو اجتذاب من يحبون الاستمتاع بالسينما والصحراء معا، لكن بغض النظر عن مشاهدة فيلم تتيح منطقة العرض الصحراوية المجال لأنشطة اجتماعية مختلفة نظرا لاتساع مساحتها، وتقدم فرق فولكلورية من صعيد مصر فنونها في بعض الأحيان، كما يمكن للحاضرين الاستمتاع بالعروض الموسيقية التي تقام في المكان هذا. وتتراوح أعداد الحاضرين عادة بين 15 إلى 70 شخصا. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.